إعلان النهائي من ريال مدريد. أسطورة برشلونة ينصح مبابي بتجاهل ريال مدريد. ريال مدريد يهاجم برشلونة في قضية نجريرة. صفقة ريال مدريد الجديدة تحضر مواجهة في ريال. أرباح ريال مدريد تفضح الصحافة. أخبار سعيدة في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة فياريال. ولكن قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو، والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم جزيل الشكر. عاد لاعب الوسط الفرنسي تشواميني لتدريبات ريال مدريد بعد تعافيه نهائي من الإصابة التي تعرض لها خلال شهر أكتوبر الماضي، وتأتي عودة تشواميني لتدريبات ريال مدريد بمثابة أخبار سعيد كارلو أنشلوتي من أجل تعزيز خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة. وكذلك ظهر الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا في تدريبات الفريق، وهو يؤدي تدريبات منفردة من أجل التعافي كليا من الإصابة. وبدأ الفرنسي كامافينجا في التدرب بالكرة على العشب للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في شهر نوفمبر الماضي. أما بالنسبة لأردا غولير، فقد تدرب منفردا، وسيتعين عليه الانتظار ما بعد مباراة فياريال يوم الأحد، حيث أن الظهور الأول سيعتمد على شعور اللاعب نفسه. الجهاز الفني يريد أن يحدد لتركي موعد عودته ومشاركته مع الفريق. وكذلك أشادت صحيفة ماركة الإسبانية بمدرب الريال كارلو أنشلوتي بعدما قدمه هذا الموسم رغم الإصابات، وأفادت بأن أرقام المدرب الإيطالي تدعو لتجديد عقده. وعانى الفريق من 12 إصابة هذا الموسم، ومع ذلك تمكن أنشلوتي من تعويض الغيابات، بحيث لم يتم ملاحظة هذه الغيابات إلا بأقل قدر ممكن، وكذلك بفضل النظام الجديد التي طبقه وأخفى به كل شيء. كشفت أرباح ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا كاديباز الصحافة الكتالونية على جمهور برشلونة. النادي الملكي تأهل إلى النهائي دوري أبطال أوروبا بعد حصد 18 نقطة في المجموعات الثالثة، وتحقيق العلامة الكاملة. وإثر هذا التأهل تلقى الرجال حوالي 80 مليون يورو كأرباح بعد تحقيق الانتصارات في مرحلة دور المجموعات. ومن جانبها، زعمت بعض صحف إقليم برشلونة أن النادي الكتالوني سوف يحقق أرباحا أكبر من منافسه ريال مدريد، رغم هزيمته أمام بورتو وأنتوريب، لتمارس الكذب على الجمهور. ووفقا للأرباح المعلنة، حصل البارسا على حوالي 71 مليون ونصف يورو كأرباح له من دور المجموعات. ذكر تقرير صحفي أن البرازيلي إندريكي، أحد صفقات ريال مدريد، سيكون حاضرا خلال مواجهة الميرينغي ضد فياريال يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من الليغا. وبحسب صحيفة منذ ديبورتيفو، فإن إندريكي سيكون حاضرا في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وفياريال. ويقضي إندريكي عطلته حاليا بعد فوزه بلقب الدوري البرازيلي مع بالميراس. وظهر مؤخرا في بوسطن، حيث شهد مباراة لكرة السلة الأمريكية. وستكون المحطة التالية لإندريك هي العاصمة الإسبانية مدريد، والتي زارها من قبل لتوقيع مع الملكي، وحينها تقابلا مع المدرب كارلو أشلوتي في منزل الظاهرة رونالدو نازاريو. وأشار التقرير إلى أن زيارات إندريكي إلى مدريد ستكون فرصة جيدة له لمقابلة فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد لأول مرة، والتعرف على زملائه الجدد. هاجم ريال مدريد نظيره برشلونة في رسالة إلى مكتب المدعي العام، ويدين ريال مدريد برشلونة في رسالته بسبب قضية نيجيريرا، والتي تتمحور حول علاقة برشلونة المزعومة مع نيجيريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، والمتهم فيها النادي الكتالوني بتقديم رشاوي لتحكيم. ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية نقلا عن صحيفة ليبرتا ديجيتال رسالة ريال مدريد للمدعي العام. ويشير ريال مدريد إلى أن هناك مؤشرات على فساد رياضي على درجة غير عادية من الخطورة. وفي مستند مكون من 29 صفحة من الادعاءات المرسلة إلى محكمة برشلونة الإقليمية، يطلب ريال مدريد رفض الاستئناف الذي قدمه برشلونة، على اعتبار ريال مدريد خصما في الدعوة. ويرى ريال مدريد أن منظومة كرة القدم تضررت، وهم جزء منها، وليس من الضروري أن الضرر قد يكون واقع عليهم بشكل مباشر. وورد في رسالة ريال مدريد أن النادي يشعر بالإهانة كمشارك في اللجاء، ويوضح أن كل من ينظم أو يدير مسابقة يجب أن يعتبر متضررا من انخراط برشلونة في سلوك تحكيم فاسد.
وجه النجم الفرنسي المعتزل تير هنري أسطورة برشلونة نصيحة لمواطنه الشاب كيليان مبابي بتجاهل ريال مدريد ومواصلة مسيرته مع باريس سان جيرمان. وقال هنري في تصريحات نقلتها الصحيفة منذ ديبورتيفو: لو كنت في مكان مبابي، لم أكن لأختار الرحيل عن باريس سان جيرمان. وتابع أسطورة فرنسا: لو كنت مكان كيليان مبابي، كنت سأحب أن أكمل ما بدأته. وأضاف: لماذا يجب أن يغادر مبابي؟ هو يحب باريس سان جيرمان وينتمي للمدينة، وعليه أن يتفهم ذلك بشكل جيد.